مساء الخير. طبعا انا راجعه لكم علشان اقول لكم بقيه القصه بتاعت اللي عدت من يومين، بتاعت البنت اللي اتجوزت غصب عنها عشان ارضاء لامها. تعالوا نشوفوا عملت ايه وهتعمل ايه. يلا كلنا نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. دخلت حماتي عليا وقالت لي: وانت لسه نايمه يا ست هانم ولا ايه؟ فقلت لها: نعم يا ماما، في ايه؟ قالت لي: انت هتعملي عروسه من اول يوم، يلا قومي شوفي وحضري لنا الفطار وحضري لنا والشقه عايزه تتنضف. وانا لسه عروسه، لسه داخله عروسه. قلت لها: حاضر يا ماما. قمت. طبعا مش عايزه اقول لكم على اللي هو عمله. كان راجل ومش راجل. الله يسامحك يا امي، الله يسامحك. عشان خاطر الناس لازم نكونوا كلنا صابرين على اللي ربنا بيبتلانا بيه. مش ربنا اللي بيبتلانا بيه، احنا اللي بنبلو نفسنا بيه. فده كانت غلطة أمي وغلطة الحياة. وهكذا عشت الأيام كلها خدامة في بيت جوزي لحماتي والحماية والإخوات جوزي البنات اللي هم العوانس. هل يرضي حد الحياة دي؟ أنا مانيش عارفة أقول لكم إيه. اكتبوا لي، أسيب البيت وأمشي ولا أعمل إيه وأنا لسه عروسة؟ عشان ما أطولش عليكم، نداء لكل بنت: أنا بنت زيكم، حياتي اتحطمت بسبايب إرضاء أمي وإرضاء الناس. ومين اللي هيرضيني بعد كده؟ أرجوكم أرجوكم اسمعوا الكلام وما تسمعوش لكلام الناس. طول ما انتم سلام وماشيين محترمين وحافظين حياتكم، ما تخافوش من الناس ولا يهمكم من كلام الناس. مش هطول عليكم أكتر من كده. هي دي كانت القصة. أتمنى إنك تردوا عليا وتقولوا لي نعمله إيه أو البنت تعمل إيه. أشوفكم على خير وبخير. مع السلامة.